مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بليسي ان. بالطبيعه قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا لايك الفيديو، تشتركوا بالقناه باش توصلكم اخبار تونس لحظه بلحظه. تداول اليوم نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يثبت العثور على كميات ضخمه جدا من الحليب المدعم ملقي في مصب الفضلات، وذلك من اجل تجويع الشعب التونسي وتحريضه بطريقه غير مباشره للخروج للشارع من اجل الاتاحه برئيس الدوله قيس سعيد. كذلك تم العثور في الايامات الفارطة على كميات كبيرة من المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك، منها المقارونة وكسكسي وشوربة في حاويات قمامة في حي الزهور بالعاصمة. كما قاعدين تشاهدوا معنا في الصور مخوم من الفيديو ما نجمش نهبطوا عندي في الشان. تلقاو كان تحبوا تشاهدوا معنا الفيديو تلقاو في الفيسبوك، تعملوا ريسيرش تلقاو معنا السيد اللي قاعد يحكي. قال 3 كداس متاع حليب مطيشين بالبالاتات متاعهم، كميات كبيرة، الدات متاعهم مازال ما وفاش. حاسين ان شاء الله نكون ما طولش عليكم، نورمالمون فاهمين شنو اللي قاعد يصير بالضبط. يحبوا يخلقوا بلبله في البلاد، قاعدين يستنسوا في المواد الاساسيه، قاعدين ياخذوا فيها ويطيشوا فيها ويهربوا فيها ليبيا والجزائر وغيرها وغيرها وغيرها. هذا الكل علاش؟ مش الشعب التونسي يتقلق ويخرج يعمل احتجاجات كونتر رئيس الجمهوريه قيس سعيد، وكاكا نبدلوا رئيس اخر وكالعاده يرجعوا السرقه هما بيدهم في الحكم. المفيد احنا عارفينهم هم فاش قاعدين يعملوا، لازم الناس الكل نصبروا ونقفوا مع رئيس الجمهوريه قيس سعيد بشوي بشوي. ان شاء الله تتفضل ذي حكايه المواد الغذائيه وترجع تتوزع في كامل الولايات، وان شاء الله الخونه والسراق والفساد يتحاسبوا في اقرب وقت. كما قلت لكم لازم الناس الكل نقفوا مع رئيس الجمهوريه قيس سعيد، خاطر بالرسمي في وضعيه صعيبه على الاخر، قاعد يحاسب فيهم وهم ما عندهم حتى طريقه اخرى باش يحاربوه، كان يستنسوا مع المواد الغذائيه. مش هكاك الشعب يدور عليه، خاطر ما عادش خالتين حتى على المعيشه نتاعهم. ان شاء الله نكون ما طولتش عليكم. لو كان تحبوا تضيفوا حاجه على الموضوع هذا نستنى تعليقاتكم، وهاكم نكون وصلنا الى نهايه الموضوع.